أنا أحمد عصام، خريج دفعة 2018 جامعة حلوان، وحاليا بشتغل litigation lawyer في مدينة مصر. أول ما بدأت سيرش، أول ما رحت الشركة الجديدة، فضلت أدور شوية على حاجة تكون بتعمل ميرج بين اللي أنت بتدرسه وإن أنت بتنزل تنفذه، سواء في المحاكم أو في الجهات الحكومية اللي أنت محتاج تخلص فيها أي ورق، وده اللي خلاني أخد كورس PCLC. الجزء الليتيجيشن كان اكتر حاجه علقت معايا فيه هي الجزء بتاع القانون المدني، وده عشان ريليتد اكتر لشغلي اللي انا بشتغله بشكل يومي. بقى الموضوع لطيف ان انا بنزل كل يوم اشتغل حاجه وقفت معايا، بستنى بكتب الحاجات النوتس بالحاجات اللي بتقف معايا في خلال الاسبوع كله، واروح اسال الانستراكتور اعمل ايه فيقول لي. فبنتكلم مش من واقع اكاديميك اكتر قد ما احنا بنتكلم كمان من واقع عملي. وبالنسبه للكونتنت نفسه كان الموضوع مفيد جدا، عشان كان مكفر كل حاجه. كان ازاي بقى تمسك القانون المدني نفسه وتطلع منه الحاجات اللي انت محتاجها، ايه المواد اللي هتفيدك، ايه المواد المهمه، ايه المواد اللي انت ازاي تسيرش على الحاجه دي نفسها بوينت كانت مهمه جدا. كان الموضوع كمان بشكل عملي اكتر من ان هو اكاديميك بالنسبه للكونتنت. جزء الشركات كان جزء مهم جدا، ان انت بتبدا حاجه جديده، بتسمع معلومات جديده، في بقى كونتنت مهم جدا. بصراحه الانستراكتور وقتها يعني بيديك كل حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، لدرجه ان هو كان انا متذكر ان كان الانستراكتور بيجي مثلا في اوقات يقول لك ده حاجات موجوده في الكتب او في القانون، بس هي معطله دلوقتي ما بيشتغلوش بيها في الهيئه العامه للاستثمار او كده. فكان الموضوع ديتيلز اكتر من ما الواحد يتخيل، وكان بيسهل الماتيريال والشرح، كانوا بيسهلوا الواقع العملي بقى بالنسبه للحاجات دي كلها. يعني مثلا بالنسبه لتاسيس الشركات، بالنسبه لحوكمه الشركات، كل الكلام ده كان بيبقى بواقع عملي اكتر من النظر. وبالنسبة لجزء الملكية الفكرية فهو كان مختلف تماما، عشان الجزء ده عرفك ازاي ان انت تحمي البرودكت بتاعك من قبل ما يكون في مشكلة. يعني انت بتاخد الليجل بروسيس بتاعتك قبل ما يكون في اي حاجة، بحيث ان انت تأمن نفسك، تأمن البراند بتاعك، تأمن لو في اغنية، لو في كتاب، بتاخد البروسيس بتاعتك قبل ما يكون في اي مشكلة. فده بقى كان ليفل تاني من الدراسة، عشان ان انت مش دايما انت مش رد فعل، لا انت هنا بقى انت تبقى الفعل، عشان المشكله ما تكبرش لو انت ما خدتش البروسيس دي كلها. وبخصوص الماتيريال كانت بتكفر كل الكلام ده، وبيجيب لك بقى كمان حاجات من الواقع العملي، حاجات حصلت فعلا، حاجات ازاي سبب ان المحامي او الشخص اللي ماسك الكيس ما خدش الاحتياطات الواجبه، فعمل مشكله اكبر من ان هي وقفت عند ان هو ما عملش شغله بالظبط. لا الموضوع كبر اكتر وخسر البراند اللي هو ماسكه مبالغ كبيره جدا، وعمل له مشاكل كبيره جدا. بالنسبه لتجميع PCLC هو كانت مفيده، ان الواحد اول ما بيخلص مش محتاج يدور على كورس جديد يبدأه، ان هو بقى يشوف هو هيبدأ مثلا بانكينج ولا هيبدأ ليتيجيشن ولا هيبدأ تولز. لا هو انت كل حاجة دي بتسلم دي، وخصوصا ان في حاجات كمان في الكورس نفسه بتخدم على حاجات تانية، فانت بتبقى محتاج ان انت تخلص مثلا الليجل ريسيرش وبعد كده تقوم داخل على الليتيجيشن، فانت تبقى عرفت في اول جزء انت ازاي تعمل ريسيرش، وانك ازاي تستخدم التولز بتاعتك، از ان انت معاك ريجوليشنز ومعاك كل حاجه، ان انت تخليها بقى تشتغل ليك، ان انت تستخدمها في الشغل، ان انت تعمل سيرش على كيس مماثله للي انت شغال عليها. فكل ده كان عن طريق ان انت بدات بالليجل ريسيرش، خصوصا ان انت بتاخد مع دكتورز هم بيقولوا لك هم كانوا بيعملوا ايه ومشوا ستيبس ازاي، فانت مش محتاج تعيدها تاني، انت محتاج بس تاخد اللي هم بيقولوه وتمشي عليه وتزود بعد كده. فالموضوع بيبقى اسهل بكتير لما بتنزل تشتغل في الواقع العملي، ان انت مش الموضوع نظري بس، لا ده الموضوع كمان ان في حد قال لك انت بتعمل ايه وازاي تروح فين وتخلص الورق منين. اهم حاجه في الفيلد بتاعنا هو السيلف ديفلوبمنت. انت وانت لسه متخرج مش هتلاقي حد بيقول لك تعالى بص انا بعمل ايه، بص انا بشتغل ازاي. اهم حاجه يحس ان انت عايز، عندك باشن للشغلانه، عندك باشن ان انت تتعلم، وكل حاجه كل ما تمارسها اكتر، كل ما تطور فيها نفسك اكتر، هتلاقي هي نفسها بتديك
بتلاقي نفسك واحدة واحدة ان انت بقيت عارف معلومات عمرك ما كنت تسمع عنها او كنت بتسمع عنها بشكل نظري، لا انت نزلت كمان طبقتها بشكل عملي. فاهم حاجة في الفيلد بتاعنا هو ان انت تستثمر في نفسك، ان انت تكون عارف انت عايز ايه، تاخد كورسز، تعمل ماسترز. اهم حاجة تكون انت عارف انت رايح فين عشان يكون ليك شأن في المجال ده، وان انت تقدر توصل لهدفك بشكل سريع وبشكل محدد.